حاسه انك مرهقه طول الوقت وما عندكيش طاقه؟ يمكن مشكلتك مش في اللي بتعمليه، بس في حاجات معينه ممكن تكون هي اللي بتعمليها وتكون هي السبب الحقيقي للارهاق. النهارده هشارك معاكي 3 حاجات لو وقفتيها فورا هتبداي تحسي براحه حقيقيه وتلاقي نفسك بتتعافي. انا مي البدوي وانا parenting coach للامهات اللي عندهم مراهقين. انا عارفه قد ايه المرحله دي بتكون صعبه، وممكن من كتر الضغط اليومي بتاعها نحس ان احنا فعلا مش قادرين نكمل. الفيديو ده هيساعدك تعرفي 3 حاجات ممكن لو وقفتيهم تبدأي رحلة التعافي من البيرن اوت. وعايزة اقولك ان التغيير مش محتاج انك تقلبي حياتك 180 درجة. التغيير بيبدأ بخطوة صغيرة، والحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة ممكن تكون هي البداية. النقطة الأولى: stop saying yes when you mean no. احنا كأمهات متعودين نحط نفسنا دايما آخر حد، مش أولوية، ودايما عارفين ان لازم نبقى على طول بنقول على كل حاجه. بس عايزه اقولك ان كل مره بتقولي وانتي من جواكي نفسك تقولي لا، كده انتي بتخوني نفسك وبتضغطي على نفسك اكتر من الطبيعي، وده بيخليكي تكوني متوتره ومتعصبه، وهتلاقي نفسك بتنفجري في ولادك من اقل حاجه. هحكي لك مثال واقعي. تخيلي يومك كله ضغط، مذاكره مع الولاد، بتطبخي الاكل علشان ياكلوا، شغل البيت، شغلك انتي الخاص، ضغط طول اليوم، مفيش ولا دقيقة لنفسك على مدار اليوم. وبعد كده حد من العيلة جه طلب منك حاجة وانتي وافقتي بالرغم ان انتي بجد مش قادرة. بعدها ترجعي البيت تعبانة اكتر من الاول طبعا، وبعد كده حد مثلا من جوزك او من ولادك يطلب منك طلب صغير بسيط فتنفجري وتبدأي تزعقي لهم. ده مش علشان الطلب اللي هما طلبوه، ده علشان انتي تجاهلتي اصلا نفسك من الاول وضغطتي على نفسك. هديكي بقى شويه نصايح عمليه ممكن تستخدميها المره الجايه. لو حد طلب منك طلب زي ده، ممكن بعباره بسيطه جدا تقومي قايله مثلا: معلش المره دي مش هقدر، معلش لو ممكن ناجلها المره الجايه، حاجه شبه كده. وشوفي رد فعل اللي قدامك، وانا متاكده ان مش هيكون كارثه زي ما انتي متخيله. بالعكس، كل ما تحافظي على طاقتك اكتر، كل ما هتبقي قادره تدي اللي قدامك بحب من غير ما تبقي على طول متعصبه. عايزه اسالك سؤال: امتى اخر مره قلتي لحد وانتي من جواكي كان نفسك فعلا تقولي لا؟ اكتبي لي في الكومنتس اللي تحت الفيديو. النقطه الثانيه بقى: stop comparing your behind of the scenes to everyone else. يعني هشرح لك ايه. يعني ما ينفعش تقارني اللي في حياتك واللي بيحصل جوه بيتك بحياه الناس التانيه. انتي مش شايفه حياتهم فعلا فيها ايه. المقارنة سلاح بيأذيكي من غير ما تحسي. كل اللي انتي بتشوفيه صورة على انستجرام لأم مبسوطة، ولاد مبسوطين، بيت مترتب، دنيا هادية، بس انتي ما تعرفيش الحقيقة شكلها عامل ازاي. وكمان بيبدأ ده يحسسك انك أقل وانك فيكي حاجة غلط. بس اللي انتي بتبقي مش شايفاه الحقيقة اللي ورا الصورة دي، ان الأم دي ممكن تكون تعبانة زيك، ممكن تكون كانت متخانقة مع ولادها قبل ما يتصوروا الصورة دي على طول، ممكن تكون حاسه بالذنب طول الوقت. مره كانت قاعده بتحكي لي انها كانت عماله تتفرج على صور صاحبتها وهي في اجازه، بتقضي اجازه يعني لطيفه، صورها على الفيسبوك، وعماله تعيط وزعلانه وعماله تقول انا ام فاشله، لان الام دي صاحبتها يعني كانت واخده اولادها وبتعمل معاهم بقى اجازه لطيفه، وطالعين ومتصورين وحاطين صورهم على السوشيال ميديا. لما قعدنا واتكلمنا وحللنا الموضوع، لا اكتشفت ان هي بتبذل مجهود جبار غير عادي، بس ممكن يكون محدش شايف اللي هي بتعمله. المشكلة ان احنا دايما بنقارن اوحش لحظات عندنا باحلى لحظات عند الناس. عايزاكي تعملي حاجة زي تمرين بسيط كل يوم ممكن يساعدك في الحاجات دي. جربي كل يوم تكتبي 3 انجازات صغيرة بسيطة عملتيهم في اليوم. ممكن تكون انك حضنتي بنتك، خلصتي الغسيل، خدتي دش. هي ممكن تكون حاجات بالنسبة لك بسيطة، بس الحاجات دي حقيقي مهمة والمفروض ان هي انجازات. هسألك سؤال: ايه اكتر حاجة بتخليكي تقارني نفسك بغيرك؟ اللبس، الدراسة، البيت؟ عايزاكي تكتبي لي في الكومنتس ايه اكتر حاجة فعلا، علشان نبدأ نشوف ازاي نكسر دايرة المقارنات دي. النقطة الثالثة: stop neglecting micro moments of rest. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون الراحة لحظات بسيطة، وقت قصير. المشكلة ان احنا دايما حاطين في دماغنا ان عشان اخد بريك او افصل لازم اعمل رحلة طويلة، لازم اخد كذا يوم. مش شرط، ممكن ده وممكن ده. دقايق بسيطة وسط اليوم ممكن تغير مودك وتديكي شوية طاقة ما كانوش عندك. الفكرة ان انا علشان اعمل اجازة طويلة حاجة لذيذة، بس مش دايما اقدر اعملها بسهولة. فاللي ممكن نعمله دلوقتي راحة صغيرة او قصيرة.
زي مثلا انك تقعدي وتشربي قهوة من غير ما تمسكي الموبايل، انك مثلا تقفلي عينك وتتنفسي كذا مرة، انك تشغلي مزيكا او تسمعي اغنية بتحبيها مثلا وانتي بتعملي الاكل في المطبخ، او حتى انك تخرجي 5 دقايق ولا 10 دقايق في الشمس، بجد هيفرق في مودك. الحاجات دي يمكن تبان صغيرة وبسيطة، بس بجد بتفرق في مودك جدا جدا وصحتك النفسية. هقول لكم حاجة حصلت مع أم أنا أعرفها، كانت بتقولي أنا مش بلحق أرتاح خالص وما عنديش ولا دقيقة أقعد أريح فيها. فاتفقنا إن هي عندها بلكونة لذيذة، تطلع كل يوم في البلكونة بعد ما تخلص الغدا ويتغدوا كلهم والموضوع ده يخلص، تشرب كوباية الشاي بتاعتها بره لوحدها في هدوء. جت بعد فترة قالت لي انتي مش فاهمة ازاي الموضوع ده فرق معايا وفرق في صحتي النفسية، مع ان هما 15 دقايق بس، عشان قاعدة بتستمتع وتعمل حاجة هي بتحبها وبتستمتع بيها في هدوء وفي حتة لذيذة، بجد فرقت معاها. يلا تعالي نعمل مع بعض تمرين سريع ممكن يساعدك تاخدي راحة. عايزاكي تاخدي نفس عميق من مناخيرك، اكتميه وطلعيه بالراحة. عايزاكي تكرري الموضوع ده 3 مرات. خدي نفس تاني عميق، اكتميه وطلعيه بالراحة. مرتين كمان، خدي النفس وطلعيه وقوليلي بجد حاسة بايه. مش لازم الدنيا تكون تحولت، بس هتلاقي نفسك هديتي او التوتر قل ولو سنة صغيرة. لو لقيتي نفسك بتقولي طول الوقت وانت عايزة تقولي لأ، لو مش بترتاحي ومش بتدي نفسك وقت انك تفصلي، لو بتقارني نفسك باللي حواليكي طول الوقت، طبيعي ان انت توصلي لمرحلة البيرن اوت. بس الجميل ان الموضوع مش معقد خالص، وممكن نبدأ بحاجات بسيطة زي اللي شاركتها معاكم النهاردة. واحب اطمنك ان دي مش نهاية الرحلة، بالعكس دي بداية، وبداية بحاجات صغيرة بسيطة. وعشان كده انا عملت كورس كامل للتعافي من البيرن اوت للأمهات. في الكورس بشرح لك حاجات أقوى وأكتر بكتير من اللي اتكلمنا عليهم في الفيديو النهاردة، وتمارين تقدري تطبقيها وسط زحمة يومك، ومايند شيفتس أو حاجات تقدر تغير تفكيرك والطريقة اللي بتبصي للأمور بيها علشان الدنيا فعلا تتحسن. النتيجة طاقة أكتر، راحة داخلية، وتواصل أحسن بكتير مع ولادك. هتلاقي اللينك بتاع الكورس في الديسكريبشن تحت بتاع الفيديو، عايزاكي تدخلي وتشتركي فيه، وفعلا هتشكري نفسك انك خدتي خطوة لنفسك زي دي.